وبعدها عن الإسلام إلى انطواء، وهيهات أن ترد المحاولات الأرضية قوافل النور إلى الوراء أو تعطل حركة الركب الصاعد، ولكن يبقى في الطريق طول وفيه متاعب ومشاق ومتحديات ضخام، ويبقى على الأمة أن تبذل الكثير وتعاني الكثير وتصبر على الكثير، وأن تشهد انتكاسات وعثرات وتخبطات من بعض التجارب والمحاولات. كلمة أخيرة قصيرة: كيف تكون قويا؟ كيف تكون قويا أمام كل الدنيا بإغراءاتها وتوعداتها وكل تحدياتها، أمام فقرها وغناها وهزائمها وانتصاراتها ومخوفها ومرجوها، صغارها وكبارها وكيف تكون قويا أمام أكاذيب أهلها وعبيدها وافتراءاتهم وأراجيفهم، فلا ينالون من نفسك ثلمة، ولا تمسها من حربهم هزيمة، ولا تهتز من محاولاتهم بنفسك ثقتك، ويستحيل على أباطيلهم أن تنال من عزتك. الطريق واضح ولا يحتاج إلى بحث، والنتيجة مضمونة لا تخلف فيها ولها. لا عليك إلا أن توحد الله الواحد الأحد ربوبية وألوهية، وألا ترى نافعا ولا ضارا غيره، وأن تحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه. وعندئذ دع الدنيا كلها تجتمع عليك وتضادك وتفتري عليك وتمكر بك ولا تبال. وما هدد عبد من عبيد الله عبدا آخر له سبحانه أشد وأخطر من الموت. ويبطل هذا التهديد في النفس المؤمنة أمور 3 وأكثر: أن الموت قدر لا بد منه، ومن لم يمت اليوم مات غدا، وأن الموت مظلوما يحمل القاتل الكثير من آثام المقتول، وأن لا نفس تملك أن تنقص من أجل نفس شيئا. وكما ينقذ الإيمان الحق بالله سبحانه خوف العباد، كما ينقذ الإيمان الحق بالله العباد سبحانه العباد من خوف العباد، فكذلك ما كف يدا عن العدوان، وما حبس لسانا عن الفحش والبغي، وما عصم كل الجوارح عن القبيح، وما نقى القلب من نية الشر وقصد الآثام، وصد عن فعل السوء، وأوجد إنسانا نفاعا محبا للخير كالإيمان. فكن مؤمنا تكن قويا مطمئن النفس نظيف القلب نزيه اليد غير آثم ولا ظالم، لا يرتقب منك شر فعالا للخير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم عليهم تسليما كثيرا دائما، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل قبلتنا رضاك، ودليلنا دينك، ومرجعنا شريعتك، وجهادنا في سبيلك، وأنجز لنا ما وعدت الساعين في نصر دينك من النصر، وهب لنا ما وعدت عبادك المؤمنين من العز، وادرع عنا كل سوء يا قوي يا علي يا عزيز. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وفك أسرانا وسجناءنا،
واشف جرحانا ومرضانا ورد غربانا سالمين غانمين في عز وكرامة وأمن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد.